ما هي أبرز العراقيل التي واجهتموها قبل تشكيل ولاية شرق الصومال التي أصبحت جزءا مؤخرا من الحكومة الفيدرالية، وما هي علاقتكم بشمال الصومال ككل؟ أولا، المنطقة الشمالية الشرقية شديدة التعقيد، فهي منطقة متنازع عليها منذ زمن طويل، ولم تلبى فيها احتياجات المواطنين الأساسية على نحو كاف. لم تكن تصلها المساعدات الإنسانية بالقدر المطلوب، وكان النظام الإداري ضعيفا، وقد كانت تعد جزءا من أرض الصومال. ونحن نقر بأن أرض الصومال بحد ذاتها مستقرة وسلمية، وهذا واضح لدينا. لكن بين هذه المنطقة وبين أرض الصومال وجدت مشكلات. سعينا إلى التهدئة، وتواصلنا مع القيادة السابقة لأرض الصومال، ودعوناهم لوقف الصراع، لأننا نؤمن بأن العنف لا يفضي إلى نتائج مرضية. حاولنا، لكن للأسف لم تحل المشكلة، واليوم